فيديو اليوم وطريقة عمل 230 كيلو بريل بجودة ممتازة. شايفين الشفافية، شايفين النقاء، حاجة روعة، حاجة ممتازة جدا، وكمان مصنع بأفضل الطرق لصناعة الصابون السائل. شايفين يا جماعة لزوجة ممتازة ورائعة جدا، حاجة مصنعة بأفضل الطرق. فيلا بينا بدون كلام كتير على طريقة التصنيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين الكرام من مصر وجميع الدول العربية. دمتم ودامت أيامكم بكل الخير والحب والسعادة. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه. معكم أخوكم أحمد الكومي، الأمل لتعليم صفات المنظفات. احنا النهاردة حبايبي هنعمل 230 لتر صابون، 230 كيلو صابون بجودة متوسطة، حاجة روعة، حاجة ممتازة بإذن الله. فيلا بينا. أول حاجة هنملى 3/4 الكمية مية أو تلتين الكمية مية، مفيش أدنى مشكلة. المهم نكونوا عاملين حساب الخامات اللي هتتحط بتدوب بره. بعد ما نملى المية بتاعتنا هنضيف أول حاجة معانا. اول حاجه هننزل بقى التايلوس. معايا بالظبط 500 جرام من التايلوس. اهم حاجه ان انا اقلب سريع جدا وانزل بالتايلوس عشان خاطر ما يكلكعش مني. اقلب سريع وانزل بالتايلوس واحده واحده، رش واقلب سريع عشان ما يكلكعش مني. هنزل بالتايلوس مع التقليب. قلب يلا، اقلب الاول سريع جدا، قلب قلب سريع. هنزل بالتايلوس يا جماعه زي ما قلت لكم مع التقليب، قلب سريع. كده حبايبي التلوث داب معايا بكل سهوله. هنزل ورا التلوث مباشره بالصودا بتاعتي، ومعايا بالظبط 2 كيلو و160 جرام من الصودا السائله. هنزل بيهم مع التقليب الجاي. واهم شيء ان نشطف الحاجه مطرح الصودا، افضل الصودا بنسبه 100%. طبعا يا حبايبي بعد ما سيبنا، المفروض ان احنا نسيب الصودا تتفاعل مع التايلوس اكتر وقت ممكن عشان تديني اكبر نسبه تغذيه من التايلوس. بعد كده هنزل وراه بالسلفونيك. هنزل وراه بالظبط، انا حطيت 2 كيلو 160 جرام ما يعادلهم 6 كيلو من حمض السلفونيك. يبقى هنزل ب 6 كيلو من حمض السلفونيك. وطبعا عندنا سلفونيك الامل، حاجه روعه، حاجه ممتازه. شايفين الشفافيه، شايفين النقاء، بسم الله ما شاء الله. وطبعا هنمسح الجردل كويس جدا وننزل كل اللي فيه بكرتونه بقى او نشطفه بميه. المهم ننزل الكميه كلها بنسبه 100%. دلوقتي حبيبي المفروض ان احنا نظبط البي اتش، ولكن احنا ظبطنا البي اتش برده على طول الفيديو ما يطولش عليكم. بعد ظبط البي اتش مباشره هو دلوقتي هيظهر لك شريط هنا، هتضغط عليه هيوصلك لفيديو يعرفك طريقه قياس البي اتش بكل تفاصيله. تضغط على الشريط ده العنوان هيوصلك بكل سهوله للفيديو يعرفك طريقه قياس البي اتش. بعد كده هننزل ب 2 كيلو من التكسابون مدوبينهم قبلها بيوم، دايبين معانا بكل سهوله. يلا بينا ننزل بالتكسابون مع التقليب الجيد. التكسابون دايب معانا بكل سهوله، مفيش قطع مدابتش، دايب معانا تماما. اهم حاجه ان احنا بننقعه يوم كامل، كل كام ساعه بنديله تقليبه كويسه لحد ما بيدوب تماما تاني يوم. وبعد حبيبي ما نزلنا بالتكسابون وقلبناه كويس جدا، هننزل بنص كيلو من البي بي 4. والبي بي 4 من الحاجات الجميله جدا اللي هتزود لي من رغوه المنتج. بعد ما نزلت بالبي بي 4 مع التقليب طبعا نشطف الحاجه مكان البي بي 4، اي حاجه نشطفها وناخد الكميه بنسبه 100%. بعد ما نزلنا بالبي بي 4 قلبناه كويس جدا. بعد كده حبيبي احنا مدوبين 3 كيلو من الملح، هنضيفهم مع التقليب الجيد. طبعا هو يقبل معانا ملح ياما، ولكن ملح اكتر من كده، ولكن احنا بنحاول على قد ما نقدر بنقلل من نسبه الملح عشان الملح من الحاجات اللي بتضر المنتج مع الوقت. طبعا احنا مدوبين 3 كيلو من الملح في 5 6 اضعافهم ميه، بننزل بالدايب. لو اترسب حاجه في قعر الجردل بنرجع ندوبها تاني. يلا بينا هنقلب وننزل بالملح سريعا. يلا قلب جامد. طبعا فاضل شويه صغيرين هنرجع ندوبهم ونرجع لكم تاني. هنحط بقيه الملح. دوب يلا يلا. دلوقتي يا حبايبي هنحط اللون بتاعنا. احنا هنعمل لون بريلا، هنحط 20 جرام من اللون الاصفر عليهم 50 جرام من اللون الازرق وندوبهم كويس جدا، هيدينا لون بريل. هنحط مع التقليب الجيد.
بعد كده هنكمل ميتنا ل 230 لتر بالظبط يا حبايبي. يلا نكمل ميتنا. هنكمل ميتنا ونرجع لكم تاني. وبعد حبايبي ما زودنا ميتنا للاخر، دلوقتي هنحط الفورمالين 400 جرام من الفورمالين، الماده الحافظه اللي هتحفظ لنا المنتج لفترات. هنقلبها كويس جدا. بعد كده حبايبي ما كملنا ميتنا للاخر، خلاص المنتج وحطينا الفورمالين الماده الحافظه. هنستنى على الماده الحافظه يوم كامل، وبعد ما يعدي عليه يوم كامل هنحط وليكن 150 جرام ريحه زيتيه، 150 جرام ريحه زيتيه، ريحه ليمون بقى، الريحه اللي تعجبكم، دي حاجه اختياري. هنحط الريحه، يبقى كده المنتج بتاعنا خلص خالص. في البدايه في الاول الفيديو هنوريكم بعد الفيديو بسيط كده يشرح لكم يوريكم الفيديو بعد التصنيع وشكله وشفافيته. في النهايه لو عجبك الفيديو اعمل اعجاب بالفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس حتى تصلك كل ما هو جديد من اخوكم احمد الكومي. واهم حاجه دعوه حلوه من القلب، لان احنا بنعمل ده كله علشان صالح دعاكم، فما تنسوناش من صالح دعاكم. ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمه والمغفره. يلا السلام عليكم والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.